السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبق لنا عند إجراء عملية القرعة سواء الخاصة بتصفيات كأس العالم 2026 منطقة إفريقيا أو قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام بالكوت ديفوار، سبق لنا وأن قلنا بأن منتخبنا الوطني بإمكانه المرور للدور الثاني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بسهولة، عكس ما حدث لنا في نهايات كأس إفريقيا للأمم في الكاميرون. كما قلنا بأن تصفيات كأس العالم هذه المرة وقعنا في مجموعة سهلة، ما يلزمش التهاون فقط، لأن المنتخبات اللي معانا ما راهمش في المستوى تاعنا، لأن نحن أحسن منهم بكثير. يوم الخميس 26 أكتوبر الجاري الفيفا أصدرت ترتيب الشهري العالمي. في هذا الترتيب نشوف بأن منتخبنا الوطني يحتل المرتبة 33 عالميا، بينما على الصعيد الإفريقي هو الآن في المرتبة الرابعة، خلف كل من المغرب، السنغال وتونس، وإحنا اللي همنا إفريقيا. لو نشوفوا أقرب منتخب لينا في الترتيب هو منتخب بوركينا فاسو، يعني في المجموعة نتاعنا هذه اللي راح نلعبوا معاهم في نهاية كأس إفريقيا الأمم في الكوت ديفوار. نشوفوا بأن منتخب بوركينا فاسو احنا في المرتبة 33 عالميا، وهما في المرتبة 56 عالميا والعاشرة إفريقيا، يعني احنا متفوقين عليهم عالميا ب 23 مرتبة، وإفريقيا متفوقين عليهم بست مراتب. لو نروحوا للثاني أقرب منتخب لنا في المجموعة تاعنا هو منتخب موريتانيا. منتخب موريتانيا في الترتيب الأخير يوم 26 أكتوبر 2023، منتخب موريتانيا يحتل المرتبة 101 عالميا و21 إفريقيا، يعني احنا متفوقين عليه ب 68 مرتبة عالميا ومتفوقين عليهم ب 17 مرتبة إفريقيا. المنتخب الآخر منتخب أنغولا الذي أوقعته عملية القرعة معنا في نهاية كأس أفريقيا للأمم في الكوت ديفوار، منتخب أنغولا يحتل المرتبة 116 عالميا و28 إفريقيا، يعني احنا بعاد عليه ب 83 مرتبة عالميا. منتخبنا الوطني بعيد على منتخب أنغولا ب 83 مرتبة عالميا و24 مرتبة إفريقيا. على هذا ما بقات لناش مبررات، يعني اللي حدث في الكاميرون في الدورة الأخيرة وين خرجنا من الدور الأول بنقطة واحدة ما راح يتكرر لنا في نهاية كأس أفريقيا للأمم القادمة. نبداو نفكروا من الآن بداية من الدور الثمن النهائي، ثم وين رايحة المنافسة تقوى وتشتد. كاين امر اخر بالنسبه للمجموعه اللي ينتمي لها منتخبنا الوطني، واللي راح يلعب المقابله الاولى في تصفيات كاس العالم امام منتخب الصومال. الخمس منتخبات اللي معانا في المجموعه احسن منتخب، احنا اليوم رانا نحتلوا المرتبه 33 عالميا والرابعه افريقيا. اقرب منتخب لينا واللي نعتبروه منتخب ممتاز هو منتخب غينيا كوناكري، واللي يحتل المرتبه 80 عالميا و15 افريقيا، يعني احسن منتخب في هذه المجموعه تاع تصفيات كاس العالم. احنا بعاد عليهم ب 47 مرتبه عالميا و11 مرتبه افريقيا. ثاني منتخب معانا في المجموعه تاعنا من حيث الترتيب هو فريق اوغندا، واللي يحتل المرتبه 90 عالميا و18 افريقيا، يعني احنا احسن منهم ب 57 مرتبه عالميا وب 14 مرتبه افريقيا. ياتي ثالث منتخب بعدنا، يعني ثالث منتخب في الترتيب في المجموعه تاعنا هو منتخب الموزمبيق، واللي يحتل المرتبه 113 عالميا و26 افريقيا، يعني احنا احسن من الموزمبيق ب 80 مرتبه عالميا و22 افريقيا. المنتخب الرابع هو منتخب بوتسوانا، واللي يحتل المرتبه 148 عالميا و44 افريقيا، احنا احسن من بوتسوانا ب 115 مرتبه عالميا وب 40 مرتبه افريقيا. اما اخر منتخب في هذه المجموعه من حيث الترتيب هو منتخب الصومال، اللي راح نلعبوا معاه اول مواجهه في تصفيات
مونديال 2026 منتخب الصومال في ترتيب الفيفا لشهر أكتوبر الجاري يحتل المرتبة الأخيرة إفريقيا، 53 مرتبة إفريقيا راه في المرتبة الأخيرة، وعالميا يحتل المرتبة 196، ونقول عليه بأنه منتخب متواضع جدا. والدليل أنه الأسبوع الماضي فقط هما كي لعبنا احنا مع مصر وتعادلنا 1-1، منتخب الصومال لعبوا مقابلة مع فريق من الدرجة الأولى في البطولة المغربية، هو فريق الفتح الرباطي، والفتح الرباطي فاز على الصومال ب6 أهداف مقابل 0. يعني أنا بعد التعادل مع مصر كنت قلت بأن راهم جايين الصومال ونطلعوا بهم المورال، وهي حقيقة أن منتخب الصومال منتخب متواضع جدا جدا. وأنا سبق لي وأن قلت عند إجراء عملية القرعة بأن هذا المنتخب ممكن جدا راح ينسحب وما يكملش التصفيات، لأنه منتخب جد متواضع يحتل المرتبة الأخيرة في إفريقيا في ترتيب الفيفا، والمرتبة 196 عالميا. يعني احنا بعاد عليهم إفريقيا ب49 مرتبة، وعالميا منتخبنا الوطني بعيد على منتخب الصومال ب163 مرتبة. إلى هنا أنا قلت من قبل ونعاودها اليوم بالنسبة لكأس افريقيا للأمم اللي راح تقام بالكوت ديفوار، المنتخبات اللي راح تلعب معنا منتخبات متواضعة جدا، ماهوش هو منتخب بوركينا فاسو اللي عرفناه من قبل. واما منتخب موريتانيا هذه كما تعرفوا المشاركه الثالثه نتاعهم في نهايه كاس افريقيا، لانهم شاركوا مرتين من قبل فقط، شاركوا في دوره مصر 2019 وشاركوا في دوره 2021 بالكاميرون، وهذه المره الثالثه اللي رايحين يشاركوا فيها في نهايه كاس افريقيا الامم. اما منتخب انغولا فقد اصبح منتخب متواضع جدا جدا، والدليل ان منتخب موريتانيا وبوركينا فاسو احسن منه بكثير في ترتيب الفيفا. انغولا اليوم اللي راهي تحتل المرتبه 116 عالميا. من خلال ترتيب الفيفا للمنتخبات لشهر اكتوبر 2023 نستطيع القول بأن أمام منتخبنا الوطني فرصة كبيرة للمرور للدور الثاني في نهاية كأس أفريقيا الأمم بالكوت ديفوار وبسهولة، خاصة وأن من أصل 6 مجموعات كاين 4 مجموعات يتأهلوا منهم الأول والثاني والثالث، يعني يقصى فريق واحد فقط. في هذه الحالة يعني لو نفوزوا في مقابلة واحدة رانا رايحين نتأهلوا للدور الثاني. أما بالنسبة لتصفيات مونديال 2026 فكما سبق وأن قلت أحسن منتخب في هذه المجموعة بعد منتخب الجزائر هو منتخب غينيا، واللي راهو يحتل الآن المرتبة 80 عالميا و15 إفريقيا. يعني احنا أحسن منهم عالميا ب47 مرتبة، وإفريقيا أحسن منهم ب11 مرتبة. وزيد منتخب غينيا حتى هو اليوم ما عندوش ملعب يستقبل في بلاده، راهم يستقبلوا منافسيهم في المغرب، مؤخرا كانوا استقبلوا في مراكش، وبالتالي ماهوش هذا المنتخب اللي راح يعيقنا أو يمنعنا من التأهل للمونديال، خاصة وأن بقية المنتخبات سواء أوغندا، الموزمبيق، بوتسوانا أو الصومال هي منتخبات متواضعة جدا جدا. إذن من خلال هذا الترتيب، ترتيب الفيفا، ومن خلال عملية القرعة التي وقع فيها منتخبنا الوطني سواء نهاية كأس أفريقيا للأمم بالكوت ديفوار أو تصفيات مونديال 2026، نستطيع القول بأننا راح نلعب هذه المنافسات بأريحية تامة. ويبقى أننا الناخب الوطني فكر اليوم كيفاش يبني منتخب اللي راح يلعب به النهائيات في مونديال 2026. ابونيوا معنا في القناة كما العادة، بارطاجيوا الفيديو، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.